ياسمين عبد العزيز هي الوحيده اللي تنافس الرجاله في شباك التذاكر في السينما، الوحيده وفي الدراما يعني. شباك تذاكر ياسمين عبد العزيز، يعني هي تقدر تنزل افلامها، تنزل قدام نجوم الكوميديا وتنزل قدام الافلام المهمه وبتحقق ايرادات. الفت لها كذا فيلم. من اول واحد كان توم ندسة اشرار. وده هي ورؤية العسكري. أيوة. هي ونيكول سابا بعد اللي عملوه في بعض السنه دي. ونيكول سابا وخالد صالح الله يرحمه ومحمد رجب. وايه تاني؟ وكان عملت لها بعد كده، هي اللي كلمتني بعد كده، عملت فيلمين ما كانتش هي فيهم. عملت برتيتا بتاع عمرو يوسف وكندا علوش، تعرفوا على بعض في الفيلم ده. وعملت فيلم اسمه مقلب حراميه مع محمود عبد المغني وايمان عاصي وماجد الكدواني وعمرو يوسف وكده واستاذ صلاح عبد الله. وبعدين كلمتني ياسمين قالت لي انا عايزه اعمل واحده شخصيه كده زي اللي كنا عاملين توم ندسة اشرار، ما تيجي نعمل. عملنا بقى جوازه، عملنا الانسه مامي الاول، وبعدين عملنا جوازه ميري، وبعدين عملنا فيلم ابو شنب، كتبت لها ابو شنب، وبعدين كتبت لها مسلسل هربانه منها. فانا بحب اشتغل معاها، ولما بكتب وهي تقرا تشعر وكأن هي اللي كاتبه، من كتر ما هي الكلام لايق على طريقتها. يعني انا عارف هي بتتكلم ازاي، فهمتها خلاص. خلاص يعني بقيت عارف هي بتتكلم ازاي، مشاعرها عامله ازاي، بكتب عليها.